مشاهدي ومتابعي قناة هوم سبورت في كل مكان. عدنا من جديد. في البداية طبعا حابب من كل السادة المشاهدين الاشتراك في القناة واللايك للفيديو ليصلكم كل ما هو جديد. وهيا بنا نبدأ حلقتنا. حلقة اليوم بعنوان تحليل كامل وشامل للجولة الثانية في دوري أبطال أوروبا 2024-2025. وطبعا زي ما اتفقنا هنحلل اقوى المباريات ونتوقع نتائجها كده على السريع ونختم حلقتنا. طبعا اهم المباريات في البدايه مانشستر سيتي هيواجه فريق اسمه سلوفين. طبعا مانشستر سيتي في الجوله الاولى كان تعادل مع الانتر تعادل سلبي، ولكن السيتي فريق كويس، فريق تقيل، فريق قوي، عنده يعني قوة كبيرة جدا، عنده أكتر من عنصر قوي. تعادله مع الانتر مش هيأثر عليه خالص، واعتقد هيفوز على فريق سلوفين ده ب5 أهداف مقابل لا شيء. فريق سلوفين ده فريق ضعيف، انا معرفوش الحقيقة. والسيتي طبعا بيحب قوي الفرق دي، احنا شفناه بيقدر يكسب لايبزيج ب6 و7 تجوان، ففريق زي سلوفين ده يقدر يكسبه 5 مرتاح جدا 5-0. وهالاند هيتألق وممكن يجيب له هاتريك كمان في المباراة دي. نروح بعد كده إلى برشلونة ومحاولة تصحيح المسار بعد الهزيمة أمام نادي موناكو في الجولة الماضية بهدفين مقابل هدف. برشلونة عنده فريق قوي وفريق كويس قوي، فريق يانج بويز طبعا، ولكن برشلونة مع هانسي فليك مع مواجهة فريق زي يانج بويز هتكون مباراة قوية، مباراة جميلة لبرشلونة. ولكن برشلونة أتوقع هيقدر يفوز بهدفين مقابل لا شيء ويحقق أول 3 نقاط له في دوري أبطال أوروبا. طبعا ده شيء مفروغ منه، لأن برشلونة مش هيتعثر أمام فريق يانج بويز، وفريق يانج بويز مش الفريق القوي الحقيقة. نروح بعد كده إلى مباراة قوية جدا تجمع ليفركوزن والإي سي ميلان. طبعا ليفركوزن في الجولة الأولى أداء جيد جدا ونتيجة جيدة. الميلان للأسف أداء يعني في البدايه كان كويس امام ليفربول وتقدم بهدف كريستيان بوليسيتش، ولكن طبعا عوده ليفربول القويه وفوز ليفربول. فطبعا اتوقع ان المباراه دي، انا شايف في وجهه نظري ان المباراه دي هتكون مباراه قويه جدا للفريقين، وخصوصا الميلان لسه فايز في الدوري الايطالي فممكن يكون عنده قوه شويه. ليفركوزن كمان تعادله مع البايرن في الدوري الالماني يديله دفعه ايجابيه، فانا شايف المباراه دي ممكن تكون مباراه قويه جدا، ولكن اتوقع المباراه هتنتهي بالتعادل الايجابي بهدف لكل فريق. نروح بعد كده الى مباراه نادي الانتر ميلان. طبعا انتر ميلان عنده ماتش امام النجم الاحمر. طبعا انتر ميلان بالاداء الجيد جدا والمستوى المتميز اللي قدمه امام مانشستر سيتي في الجوله الاولى والدفاع القوي والهجوم المتميز، الانتر ميلان هيقدر يفوز على النجم الاحمر بهدفين مقابل لا شيء ويقدر يحصل اول 3 نقاط له يحطها على النقطه ويكون معاه 4 نقاط في البطوله. نروح بعد كده الى مباراه تعتبر هي قمه الجوله ومباراة نارية جدا 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 هتجمع بين أرسنال وباريس سان جيرمان، تعتبر قمة الجولة. باريس فريق السنة دي كويس رغم خروج كيليان امبابي وعدم تعويضه بنجم كبير، ولكن أنا شايف الفريق شغال وكل لعيبته بتأدي. الأرسنال بردك فريق كويس وعنده عناصر قوية وعنده نجومه. باريس بردك فريق كويس، فأنا شايف في وجهة نظري إن المباراة دي هتنتهي بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، وقد كمان يكون الارسنال له افضليه ويقدر يفوز 2-1. انا اتوقع ان المباراه هتنتهي بنسبه كبيره 2-2، ولكن الارسنال لو قدر يكون بكامل فورمته وبكامل جاهزيته ممكن المباراه تنتهي 2-1 لارسنال، ولكن صعب جدا باريس يفوز. ولكن بالنسبه لي النتيجه الاقرب هي التعادل الايجابي بهدفين لكل فريق. نروح بعد كده الى مباراه التي تليها بنفيكا امام اتلتيكو مدريد. اتلتيكو مدريد بعد المباراه الجيده جدا اللي قدمها طبعا في ملعبه في الواندا متروبوليتانو امام ريال مدريد في ديربي مدريد في الجوله السابقه، اتلتيكو بدا يقف على رجله وبدا يكون فريق تقيل، فاعتقد المباراه دي هتنتهي 2-1 لاتلتيكو على حساب بنفيكا. اتلتيكو فريق كويس وعنده لعيبه كويسه وعامل صفقات كويسه السنه دي، واهو بيبدا في تجميع النقاط. ليفربول وبعد الفوز في الجوله الاولى على اي سي ميلان ب3 أهداف مقابل هدف واحد يعود من جديد الى مواجهه الفرق الايطاليه، ولكن في مواجهه بولونيا الايطالي في ملعب الانفيلد رود صعب جدا على بولونيا يعمل اي حاجه. فريق مدرب السابق تيجو موتا طبعا اللي خلاص رحل الى تدريب اليوفنتوس. ليفربول اتوقع هتكون مباراه نسبيا سهله جدا امام فريق زي بولونيا، واتوقع ليفربول هيفوز ب3 أهداف مقابل هدف على فريق بولونيا الايطالي، ويبقى 6 نقط من 6 نقط ويكمل سلسله الانتصارات في دوري الابطال. نروح بعد كده الى مباراه لايبزيج ويوفنتوس. يوفنتوس قدم مباراه قويه جدا في الجوله الاولى وقدر يفوز امام بي سي في اند هوفن. لايبزيج فريق كويس وهتكون مباراه قويه، ولكن انا شايف الافضليه
لفريق المدرب تياجو موتا اللي دفاعيا قوي جدا. الفريق اللي في الدوري الايطالي لم يدخل مرماه حتى الان ولا هدف، وعامل بدايه قويه جدا في الدوري الايطالي، وعامل بدايه كمان رائعه في دوري الابطال. فاتوقع تياجو موتا هيكمل سلسله نجاحاته وهيقدر يفوز على ارب لايبزيج بهدفين مقابل هدف ويكمل المشوار. نروح بعد كده الى مباراة الريال مدريد وليل الفرنسي. ريال مدريد بعد فوزه في الجولة الماضية على فريق شتوتجارت الالماني ب3 اهداف مقابل هدف، وتألق مبابي وتسجيله واندريك. المباراة دي هتكون صعبة شوية على الريال داخل المباراة بعد اصابة كيليان مبابي طبعا اللي لسه هيغيب فترة وممكن يرجع بعد فترة التوقف الدولي بتاعة شهر 10، ولكن الريال ما بيتأثرش. الريال فريق قوي جدا، وكمان ليه مش الخصم المرعب، مش الخصم القوي. هتكون مباراة قوية، هنشوف قرر وفر من الفريقين، ولكن الريال هيقدر يفوز، وممكن فينيسيوس جونيور يسجل كمان هو ورودريجو، او ممكن فينيسيوس جونيور وجود بلينجهام يسجلوا وتنتهي المباراه 2-1 للريال. وهتكون مباراه قويه لان الريال بيلعب بعد اصابه طبعا كيليان امبابي طبعا، وكمان اصابه ابراهيم دياز، ولكن الفريق قوي جدا ويقدر يفوز في اي مباراه. نروح بعد كده الى اخر المباريات، مباراه البايرن واستون فيلا. بايرن ميونخ بقوة الضربة، بقوة الفريق بيقدر يفوز بسكورات، فريق قوي جدا. استون فيلا فريق كويس ولكن ما يقدرش يقارع قوة البايرن، ما يقدرش على البايرن اللي عامل مستوى جبار الحقيقة سواء في الدوري الألماني أو في دوري الأبطال، وفاز الجولة الماضية بأكبر سكور ممكن في البطولة أو ممكن في تاريخ البطولة كمان 9-2 على فريق دينامو زغرب وهاري كين المتألق. فطبعا هاري كين يعود من جديد إلى إنجلترا، وأكيد هيهز شباك أستون فيلا بهدف أو بهدفين، وممكن مايكل أوليس المتألق في الفترة الأخيرة كمان يسجل، وبنسبة كبيرة هتنتهي المباراة 3-1 للبايرن ميونخ على فريق أستون فيلا في إنجلترا. كده وصلنا لنهاية حلقتنا. طبعا دي أهم المباريات وأقوى المباريات في الجولة الثانية في دوري ابطال اوروبا. وصلنا لنهايه حلقتنا، ما تنسوش طبعا الاشتراك في القناه واللايك للفيديو ليصلكم كل ما هو جديد، وانتظروا الايام الجايه ننزل لكم حلقات قويه. الحلقه المنتظره حلقه توقعاتي لابطال الدوريات الخمسه الكبرى، وكمان اضفت لكم معاهم الدوري المصري والدوري السعودي، وطبعا تحليل دوري ابطال اوروبا لسه مكمل معانا، وفي تحليل كمان قرعه دوري ابطال افريقيا والكونفدراليه. طبعا الحلقه اتصورت وان شاء الله نازله الايام القادمه. انتظروا كل ما هو جديد. شكرا على المشاهده وباي.